2026 بدأت يا جماعة يا ريس. 2026 بدأت يا مدام زغرتي. 2026 بدأت. في واحد هناك لسه مش شغال سيلز بروكر هتشتغل. 2026 بدأت. 2026 بدأت و2025 بحلوها ووحشها انتهت. لو انت مقبل على شراء عقار في 2026 فلازم تعرف التالي. اول حاجه، في اول كوارتر في السنه اللي كان في العادي بيبقى كوارتر تعبان ونايم والدنيا فيه على الهادي خالص، السنه دي في بتاع 200,000 لونش في كوارتر 1. ده كفايه البيج نيمز اللي هينزلوا مشروعات في العاصمه وفي التجمع وفي اكتوبر وفي زايد وفي الساحل وفي السخنه وفي البحر الاحمر، يعني مش هتلاحق. فخلي بالك الاوبشن في 2026 هتزيد واللونشز هتكتر، فاشتري احتياجك، اشتري افضل اوفر، اشتري مع اقوى مطور، واشتري لو انت فعلا عايز تشتري عقار، مش مجرد قالوا لك الحق اصلا اسعار هتزيد. وخليني اقول لك ان انا لحد دلوقتي عارف لا فيستا ارض في العاصمه، بالمي هيلز ارض في العاصمه، كمان حسن علام ارض في التجمع، المراسم ارض في التجمع، اعمار ارض في التجمع، القمزي في المستقبل سيتي، التجمع السادس في اتش دي بي او بنك الاسكان والتعمير، وغيرها كتير جدا. اسماء كبيره هنسمع عنها بتنزل مشروعات السنه دي في كوارتر 1 بس. فيا ريت نتعلم من تجربه 2025 ونركز كعملاء على احسن منتج واحسن اوفر ونقارن ما بينهم مع حد فاهم. فالله يعين العملاء في 2026 وفي كوارتر 1 الاوبشنز كتيره وصعبه، والله يعين البروكرز والمسوقين العقاريين من كتر المقارنات ومن كتر اللونشز اللي مش هنلاحق فيها شغل. يا رب ان شاء الله تكون 26 سنه سعيده على الجميع وفيها تصحيح قوي للعقار في مصر، ويفضل العقار هو الملاذ الامن لكل المصريين ولكل العرب ان هم يشتروا عقار في امان على فلوسهم وفي امان ان هم ياخدوا افضل منتج عقاري موجود في الشرق الاوسط. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.